اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بيكم في قناتي. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو. النهارده بقى مش انا اللي بطبخ، تمام؟ يعني دي مش ايدي انا، مش انا اللي بقطع ولا بعمل اي حاجه. دي ايد منون بنتي، عشان ايه؟ هي اللي دخلت عملت لنا الفطار، لان احنا مش موجودين في البيت. احنا جينا على الاذان بالظبط، كنا بنشتري حاجات، فهي اللي بقى تطوعت وعملت لنا الاكل. فتطوعتي وعملتي ايه منه؟ صينية بطاطس ورز ولسان عصفور وعصير تمر. طيب يا جماعه، عملت لنا صينيه بطاطس وحله رز وشويه لسان عصفور كده صغيرين وحبه تمر كده، بس اكلها بصراحه تحفه. تمام. فهي بقى ايه، كان شغاله كده، قطعت البصل. قطعت البصل وبعد كده رحت حاطه عليه فلفل اسمر وملح، حطيت معلقه ومعلقه وقلبتهم سوا كده، يعني قلبتهم عجنتهم ببعض عشان دعكتهم ببعض عشان الطعم يثبت ملح فيهم. كتير بقى هنا. كنت حاطه ملح كتير فطلعت مالحه شويه. تمام. فاحنا ايه، هنظبط بقى كده ايه، الملح ده بيتحط شويه صغننين خالص على البصله عشان خاطر ما تبقاش مملحه كده. ايوه نهيت زيت ملح. بعد كده هتعملي ايه تاني بقى؟ بعد هنشوف، صح؟ كده هنشوف في الفيديو هي عملت ايه، لان انا ما كنتش موجوده. انا بشوف الفيديو دلوقتي واحنا بنسجله، زي ما يعني انا لسه متفاجئه بيه. دلوقتي هنحط أجنحة فراخ ورقب، هنحطهم ياخدوا صدمة كده. تديهم صدمه. الزيت بقى بيطرطش عليا، انا كانت الدنيا مدعكة. كان في حر في هنا كده المطبخ. بتحمر بتدي تشويحه للجناحات والرقاب قبل ما تحطهم في صينيه البطاطس. بعد كده في نفس الزيت رحت حاطة بصلة مقطعاها صغير وسبتها تاخد تحميرة كده وتغير لونها شوية. بعد كده رحت حط عليها الصلصة. تمام. احنا كده بنعمل زي تسبيكه للصينيه، تمام، تخلي صينيه البطاطس طعمها تحفه وفي حته تانية. بجد هنا كده دي كده تشويحه الفراخ. اه. كان المفروض تاخد تشويح اكتر من كده. مش عارفة بقى. هي جيت عامه طلع طعمها حلو قوي. انا جيت ارص، معرفتش ارص بالبتاع الخضرا دي، فرصيت بايديا، يعني حسيت ان انا متأيدة قوي، انا ما بعرفش اعمل كده، بحب اعمل بايدي اكتر. هنا كده يا جماعه، كان يوم العزومه، كنت جايبه فراخ، فكان في جناحات ورقاب وكده. طبعا مش هتبقى حلوه، يعني مش هتحطيها للضيوف ومش هيقعدوا يمصمصوا، يعني ما حد بيروح عند حد ما بيقعدش يمصمص كده في الحاجات دي. فقلت خليهم ينفعوا في يوم تاني، فنفعونا في وقت زنقه. تمام. هنا كانوا محتاجين يمنا بقى ياخدوا لون. ازيد من كده. بس هم عامه جمال. كانوا يعني كانوا مستويين. مستويين وطعمهم حلو، يعني هم مش مستويين بس، هم مستويين وطعمهم حلو. تمام. فأي حاجة تخلي طعم الأكل طعمه حلو يعني ايه، نمشي الدنيا يعني. الدهون اللي نازلة منهم دي والسوائل بتاعتها. كان كتير رميتهم معاها جدعة. جدعة. دي كده. الحتت اللي بتبقى بين الورك برضو بتبقى عضماية كده، بتبقى مش حلوة. دي حطيت البصلة الصلصة. اتحمرت، نزلت عليها بالصلصة. بس هتحطي مية بقى ولا هتعملي ايه؟ حطيت كوباية مية، مج تمام. كده ده كيس صغير. صلصة واحد. ايوه. شاطرة. يا جماعة بصوا، علموا بناتكم دايما يبقوا في المطبخ معاكم، علشان خاطر ما تتزنق، لما تتزنقوا تلاقوهم. يعني انا كنت بره، هي انقذتنا. ايه يا منون كده بقى بتعملي ايه؟ انتي مالك مصممة ماسكة الطماطم ليه؟ مش عارفة. مكنتش فاهمة انا عايزة اعمل ايه. صايمة وكده يعني. فضلت بقى اقلبها شوية، بعد كده رحت جايبة المية، كنت مستنية الكتل يغلي. والله. مم. طب يا جماعة، احنا بنحط كوباية مية بس عشان ايه؟ الطماطم تخف، عشان هي تقيلة قوي، بس مش اكتر من كوباية. لا ما حطيتش زيت. شاطرة. كده بقى قطعت البطاطس. رقيقة قوي البطاطس، كان المفروض تقطعها اتخن من كده عشان خاطر ما اللي تتهريش. كنت مقطعة تخين، بس اللي كنت بلاقيه تخين كنت برفعه تاني عشان ما عجبنيش انه تخين. لا، هي المفروض تبقى البطاطس تخينة عشان خاطر ما تتهريش معانا. تمام. الطريقة دي بقى ممكن نعمل بيها ايه، ممكن نعمل وراك فراخ، ممكن نجيب فرخة كاملة ونعملها زي كده برضو، بتبقى حلوة قوي. هي دي بقى صينية البطاطس بالفراخ، بس احنا عاملينها ايه، ب بجناحة. ورقاب، هب. يعني بأجزاء الفرخة. خلاص. هجيش اقول لك اتصرف، يعني الواحد لازم يمشي اليوم، الدنيا رمضان طويل لسه. الصلصة الصلصة كان اتسبكت، حطيتي عليها الملح ملح والفلفل وفلفل. والسبع بهارات. ايوه. صح، ما حطيتيش هريسة شطة؟ لا ما حطيتش اي شطة خالص في البصل، مم. سبتها كده. ماشي.
يا جماعة بصوا الفطار النهاردة كان صينية البطاطس طعمها تحفة تحفة بجد. انا كنت شميها من اول ما ادخل البيت لحد ما طلعت فوق، انا شم الريحة حاجة كده واو يعني، كان ظاهرة الريحة بتاعتها وكل حاجة. هنا كده انتي خلاص بقى اتغلت، هتحطيها على الصينية. ما بنحتاجش نحط زيوت او دهون او اي حاجة، ان احنا كده كده حاطين الزيت اللي احنا شوحنا فيه الفراخ، حمرنا فيه البصلة ونزلنا بيه على الصينية. نغطيها بقى ونركنها على جنب تستوي. ونعمل ايه؟ هنعمل رز. شطورة. هنا يا جماعة كده الصينية اهي اتغطت، سيبها بقى تستوي على نار هادية. الشعلة اللي ورا تمام. وسويتي الرز فين؟ شلته حطيته على الشعلة التانية ورحت حاطة بقى هنا، وبعد كده رجعت الرز ورا. ايوه عشان احنا عندنا شعلة كده نارها بتظبط الرز، فاحنا بنحب دايما نعمل رز عليها يا جماعة. صلوا على الرسول يا جماعة، ولو وصلتوا معايا لحد هنا متنسوش تعملوا اشتراك وتعملوا كومنت حلو عشان منا، خلاص عشان تسجل معايا فيديوهات تاني، عشان لسه في فيديو تاني برضو. فيديو ايه؟ انت كنت عاملة حاجة؟ الترمسيو. والله ما عارفة المنطقة اسمها صح ولا غلط، بس انا هي كان عاملة عاملة حاجة حلويات يعني. لا احنا كمان لسه في القرنبيط، بس اختها اللي عملته، يعني ليا كام يوم كده مأنتخة والبنات هما اللي بيعملوا الاكل. شفتوا مست البنات بقى الرز معروف، شعرية تتحمر، ننزل عليها بالرز، نحط التوابل ملح وفلفل وسبع بهارات ما حطيت وننزل سبع بهارات، ما اعرفش، ما بحبهاش في الرز. ماشي، محطتش هي سبع بهارات. بحسهاش. نقلب بقى التوابل مع الرز شوية عشان خاطر تاخد من الريحة كده بتاعة الرز، وننزل بالمية. الرز بمية أحلى من الرز بشوربة يا جماعة، خلوا بالكم يعني المعلومة دي حلوة يعني، جميلة بصراحة، أنا عارفاها وبحبها، يعني بحب أعمل رز دايما بالمية مش بالشوربة. خلاص. حطيتي زيت ولا سمنة؟ حطيت زيت، ما جاش في بالي احط سمنة خالص نهائي. ما ماشي. جاتش في بالي. عامة دايما لما تعملي رز حطي سمنة بلدي أو حطي انا كنت مكعبات هحط انا زبدة. كنت هحط بس بعد كده حطيت، مش عارفه ايه اللي حصل فاتلبخت فما مكعبات رضيتش زبدة احط. وحطي شوية زيت، لأن الزيت مهم ليه، لأن الزيت بيخلي الرز مفلفل. ايوه. دي معلومة ليكي وللناس. هنا يا جماعه بقى تعمل لها شويه لسان عصفور، فانا قلت لها فكي الشوربه طلعي شوربه من الفريزر، فكيها عقبال ما تغلي تكوني انت حمرتي لسان العصفور وتنزلي بيه على الشوربه. لما يكون عندك شوربه وبتعملي لسان العصفور تزودي مج او مجين ميه. ليه؟ لان الشوربه بتبقى حايقه، ما حطيتيش ميه خالص، نهائي. الشوربه بتبقى حايقه. تمام يا جماعه. فلما تيجوا تحطوا فهتنش، لما بتعملوا لسان العصفور ما يتشرب منها ويستوي الشوربه بتقل، فلما بتقل الحياء بتاعها بيعلى. الحمد لله فاحنا استوى كل نظبط ايه، ان حاجه. احنا نحط مج ميه. استوى من غير ما احط له ميه ومن غير ما تنش. لا كان حقيق سيكا، كان حقيقي ازاي؟ كان حادق. اه ماشي. نرجع. تمام. شربتك. فهنا شربتي. انت تعمليها مش انا. طب يا جماعه خلوا بالكم خلوا بالكم من المعلومه دي، عشان دي مهمه برضو، ان احنا محتاجين نحط كوبايه ميه لما نكون مطلعين شوربه، عشان بتبقى كده كده الحقيقه بتاعها مظبوط، ما بتبقاش عادبه، يعني بتبقى الشوربه كده كده مظبوط ملحها ومظبوط توابلها وكل حاجه. فاحنا بنزود لها ايه، بنزود لها شويه ميه عشان لما تغلي كتير تتظبط تاني، ما تبقاش حادقه، لان لو فضلت تغلي هتتحدق وكده. اكيد ستات البيوت والبنات فاهمين يعني. صلوا على الرسول يا جماعه كده. ده بقى لسان العصفور اللي هي حمرته، هتنزل بيه على الشوربه دي. الطبق ده ليه 25 سنه يا منى. يا لهوي. والله اكبر منك، اكبر من اخواتك. اكبر من نورهان. فالاطباق دي عندي من ساعه جوازي. تمام. انت مش عارفه تعملي صح. كان بتلسع. المهم يا جماعه بقى ان منون عملت لنا الفطار النهارده برعايه منا، صينيه بطاطس، رز، لسان عصفور، وعصير. عملت تمر، عملت شفشق تمر كده، مية مية. ليه ما فكرتيش تبلي بلح اول ما صحيتي؟ ما جاش في بالي بلح اصلا، كنتش هعمل عصير، بس بعد كده افتكرت ان احنا عندنا تمر فقلت اعمل تمر بقى وخلاص. ماشي شطوره. صلوا على الرسول يا جماعه، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس والكومنت حلو. وها هي اللحظه الحاسمه. الفطار بتاعنا بطاطس، رز، الفراخ، ولسان العصفور، والعصير. والعصير التمر. بوي.